السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة المعلومات والحصريات لذوي الهمم، قناة يوميات عماد وداليا. أنا ملاحظ اليومين دول يا جماعة حالة كده من الإحباط عند إخواتنا المعوقين. أنا عايز أقول لكم الإحباط ده أنتوا اللي جايبينه لنفسكم، لأن أنتوا أصلا مش عارفين تدافعوا عن حقكم. أنا الفيديو اللي قبل اللي فات، يعني اللي فات ده، لا اللي قبليه، أنا قايل المشاكل وقايل الحلول هتبقى إزاي. طبعا للاسف انا مش بلاقي ناس تخش تأيد الحلول اللي انا بقولها، فبالتالي كده انا كده اكني بتكلم في الهوا. يعني لو حد من الحكومه مثلا شاف فيديوهاتي، اولا مش يعني هو هيبقى عارف ان الحلول صحيحه، بس طبعا مش هياخد بيها. ليه؟ لان مفيش ناس كتيره داخله بتأيد الحلول اللي احنا بنقولها. فلو سمحتوا تفائلوا. يعني عايز اقول لكم والله، انا دايما ماشي بمبدأ، طبعا كل الايام بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا ماشي بمبدأ النهارده ده بتاعي، بكره دوت بتاع ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ معنى كلام ان شاء الله الارزاق على الله. فلو سمحتوا يعني تفائلوا. الحاجه التانيه، انا بعمل يا جماعه بس مباشر كل يوم خميس، وبقول رقم تليفون تقدروا تتصلوا بيه على المباشر. حلو كلام؟ ومكالمتكم هتبقى داخله في البث المباشر. فيا ريت نتفائل، نتحمس عشان صوتنا يتسمع، لان احنا قلنا قبل كده اليوتيوب ده بيسمع بره، اما الفيسبوك ده داخلي، فمفيش حد يعبرنا اصلا يعني. تمام؟ وربنا يوفقنا ويوفقكم. الفيديو الجاي بقى اتكلم عن كارت الخدمات، عشان الناس اصلا بقت مستهتره. يعني معلش انا اسف في الكلمه، سامحوني. انا بقيت احس ان الشعب المصري دوت معمول له سحر، فقد التفكير اصلا، وفقد ازاي يحل الدنيا. تمام؟ بقى من الفيديو الجاي اتكلم عن كارت الخدمات. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.